السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو سريع كده يا جماعة. آه النهاردة أنا رفعنا فيديو على اليوتيوب بسبب السباكة وتلف السباكة. معلومة كنا نسيناها، ودي يعتبر أهم معلومة. من أسباب صنفرة جدار السلندر للبستم وعدم إحكام الشنابر داخل الجدار. السبب اللي اتكلمنا عليه كم مرة يا جماعة: الأتربة وتنظيف فلتر الهواء وكوعة المنفو بتاع الموتور. طبعا الصورة موضحة للكوعة بتاعة الهواية بتاعة العزاء. من أسباب أكل الموتور للزيت أو نقص الزيت للموتور، ده أحد أسبابه إن احنا ما بننضفش الأتربة اللي موجودة داخل الكوعة بتاع الفلتر، أو بننضف الفلتر بالكامل كل ما يبقى فيه أرض فيها عفرة أو أتربة أو حاجات من دي. زائد إن احنا نغسلها ونغسل الفلتر الداخلي. دي أهم شيء يا جماعة. حاليا دلوقتي أنا بعت الموتور يعمل خراطة، وديناه لمخرطة عشان يعمل خراطة، كله بسبب الأتربة اللي موجودة بداخل الكوعة بتاع الفلتر بتاع العزاء أو المحرك. يا ريت ننتبه يا جماعة، ومش هتاخد منك 5 دقايق إن أنت تنظف الأتربة أو الفلتر. حتى لو نظفته كل يوم أو في اليوم مرتين مش هتاخد منك دقايق، بس تنظف عشان ما تكلفش خراطة كاملة وبستم كامل وسبيكة ونقص زيت ودخنة في الموتور و... وعدم احكام للسلندر بين جدار السلندر والشمبر. عدم احكام الكابس، ضغط الموتور، الدخنة. كل ده يا جماعة بسبب الفلتر وعدم تنظيف الفلتر. ده كان فيديو النهاردة، ولايك الفيديو وشير ودعمنا في القناة، واكتب لنا في التعليقات عن تقييمك في القناة، واللي محتاج لسؤال يكتب لنا في التعليقات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.